إلهي أعني وهب لي الثبات بين المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات. أعني إلهي على الاعتذار فقد خاب قلب مضى في السبات. إلهي أعني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم مشاهد. مشهدنا في هذه الحلقة مؤسف ومؤلم، مشهد لكثيرين كانوا من أهل المساجد، ربما نراهم في الصف الأول يجلسون معنا في مجالس الذكر، يحضرون بعض حلقات القرآن، وأذكر بعضهم كان يؤذن للصلاة، وبعضهم كان يحفظ كتاب الله جل وعلا. فجأة أصيبوا بحادثة دخلت قلوبهم بعض الأمراض، تعرفوا على معصية، على صحبة سيئة، بدأوا يتأخرون يتخلفون، حتى إذا بهم ينتكسون. يسمع أحدهم الأذان الذي كان يؤذنه فينزعج، يسمع القرآن الذي كان يحفظه فيغلقه، يمر على المسجد فيضيق صدره. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ إن قلوب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يحكي القرآن قصة رجل من بني إسرائيل كان يحفظ كثيرا من التوراة، وكان في صدره العلم، وكان يعلم الناس ويفتي لهم، لكنه للأسف باع دينه بشيء من الدنيا، بشيء من المال، بدل دينه وانتكس وتراجع. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شفت الانسلاخ؟ مثل الحية لما تبدل جلدها، هكذا انسلخ. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بعد أن كان يطرق الأبواب يدعو إلى الله، بعد أن كان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، بعد أن كان مظهره على السنة، اليوم تبحث عنه في بعض المجمعات يعاكس الفتيات. سبحان ربي، وين كان وين صار؟ بعد أن كان يوقظ الناس لصلاة الفجر، الآن لا يعرف صلاة في بيت الله جل وعلا. وين كان وين صار؟ فمثله كمثل الكلب. الله يقول في القرآن عن هذا الذي انتكس: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. طول وقت يلهث. تعبان ولا مو تعبان يلهث، يعني ما يستفيد. تعلم ولا ما تعلم هو نفس الشيء. يقول أبو عبد الله اللغوي أحد الصالحين، يقول عن زمانه أن هناك شاب كان شابا صالحا يصلي حال الناس، مر على بيت نصراني فرأى فتاة لهم فأعجبته، أحبها، أخذ يراسلها وتراسله، يكلمها وتكلمه، حتى اسود قلبه فتعلق بها وعشقها. مرض الشاب لأنه لم يستطع الزواج منها، مرضت لأنها لم تستطع الوصول إليه. من شدة مرضه احتضر وكاد أن يموت، لم يأكل ولم يشرب. يقول أبو عبد الله: فزرته، ربما أذكره بالله وأدعوه للتوبة. يقول: دعوته إلى الله وذكرته برحمة الله، فقال لي: يا أبا عبد الله
قلت نعم يا بني. قال تعلم أنني أحبها، هذه النصرانية، وأني قد حرمت منها في الدنيا. قلت لعله يتوب. قال فلا أريد أن أحرم منها في الآخرة. قلت وماذا تريد يا بني؟ قال إنها نصرانية، فأشهدك أني قد كفرت بدين محمد وأموت على دينها. قلت ويحك. يقول فصاح صيحة مات منها، مات على دين غير دينه. شوف الاستدراج إلى أين وصل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يقول أبو عبد الله كتمت هذا الأمر، يعني ما قلت حق أحد علشان لعل الله يتوب عليه. يقول وبعد زمن احتضرت هذه الفتاة حزنا على صاحبها، وقبل أن تموت يقول زرتها أدعوها إلى الله عز وجل. يقول فلما رأتني قالت يا أبا عبد الله تعلم شأني وشأن ذلك الشاب. قلت أعلم. قالت إني أشهدك أني على دينه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول وماتت على الإسلام. فرق بينهما في الدنيا وفرق بينهما في الآخرة. من الذي يثبته؟ الله، صاحب الدين والإيمان. لكن مصيبة أنك تشوف إنسان في الصف الأول في طاعته وعلى صلاته وقرآنه، فجأة انقلب حاله، صار بدل القرآن أغاني وزمر وطرب، بدل الصلاة وقيام الليل ملاهي ليلية وفجور وليالي حمراء. مصيبة والله. بدل الصحبة الصالحة ما كان يجلس معهم إلا على ذكر الله، ولا يقوم معهم إلا على ذكر الله، ولا يخرج معهم إلا في طاعة الله. صارت صحبته عبدة شيطان، إيمو، فسقة، فجرة، بنات، سكر، عربدة. وين كان وين صار؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. شاب كان من الصالحين بل من حفظة القرآن، خرج للجهاد في سبيل الله. في المعركة شاف له وحدة في المعسكر الثاني نصرانية ما هي على دينه، فأعجبته فناداها، وهو الآن ذاهب للقتال وكان إمامهم وكان يحفظ القرآن كله. قال كيف السبيل إليك؟ شلون أوصل لك؟ قالت أنت تنصر. فارتد وتنصر علشان بنت. كم في الأرض اليوم من يبيع دينه عشان فتاة، من يبيع أبوه أمه علشان بنت، من يبيع كل قرآن اللي في صدره علشان فتنة وشهوة. تنصر وما حد يدري عنه. في السنة القادمة شافوه فنادوه من بعيد، قالوا يا فلان، والكل كان يحبه. قالوا أين قرآنك؟ أين صلاتك؟ أين عبادتك؟ قال نسيت القرآن كله، ونسيت القرآن كله، ولا أذكر إلا آية الله خلاه ما ينساها عشان يتعذب فيها. تدرون أي آية؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. حديثنا في هذا المشهد عن أولئك الذين كانوا من الصالحين وتغير حالهم وتبدل أمرهم. حديثنا إلى كل مؤمن أن يدعو الله عز وجل بالثبات على الدين. قد يثبت الإنسان على دينه في حال الرخاء، لكن المصيبة إذا نزل البلاء وبدأت الشدة، هل يستمر العبد على دينه
أم يتراجع وينتكس؟ هذه زوجة فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. جعل الله هذه المرأة مثلا لأهل الإيمان، رجالهم ونسائهم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. جاءت إلى فرعون وقالت له آمنت بالله. قال أنا؟ قالت بل ربي وربك ورب العالمين الله رب موسى وهارون. قال لها ويحك ما تقولين، أنا ربكم الأعلى. قالت بل رب موسى وهارون هو ربنا الأعلى. أصرت أمام فرعون، ضربها، شتمها، عذبها، لكنها أصرت على الإيمان. إذا دخل الإيمان في القلب والله مهما حصل، لو يقطع الإنسان قطع فإنه لا يتراجع عن دينه. لو يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه والله لا يتراجع عن دينه أبدا. ربطت زوجة فرعون في صحراء قاحلة ب4 أوتاد في 4 أطراف، رجليها ويديها ربطت كلها على الأرض، تفترش الأرض وتلتحف السماء وتعذب وتجلد، وظلت أياما بلا طعام ولا شراب، 3 أيام. ويأتيها فرعون كل يوم بعد أن كانت السيدة الأولى في المجتمع، كانت الآمرة الناهية، كان الخدم تحتها، كانت تسكن أفضل بيت في مصر. زوجة من؟ زوجة الحاكم، امرأة فرعون، تركت الدنيا بأجمعها وثبتت على دينها. عذبت فلم تبالي، وكل يوم يسألها فرعون ولا تبالي، حتى جاء ذلك اليوم الذي سألها فرعون تتراجعين؟ قالت لا والله آمنت بالله ربي وربك. قال اقتلوها. فحملوا صخرة في مكان مرتفع وأرادوا أن يرموا الصخرة عليها، فقالت زوجة فرعون، شوف الثبات، قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. تركت قصري وبيتي وغرفتي وسريري وعرشي، تركت هذا كله، أريد بيتا في الجنة. وأين هذا البيت؟ بجوارك يا رب، عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ما إن رميت الصخرة إلا نجاها الله، قبض الله روحها قبل أن تصل الصخرة إليها، نجاها الله. لكنه ثبات حتى الممات. ليس كبعض الناس يأتيه صاحب سوء يعرض عليه عرض فيلم أو دخان فيه حشيشة أو بعض الحبوب، أو يعرض عليه فتنة من فتن الدنيا، باع دينه وصلاته وقرآنه، لأن قلبه ما دخل الإيمان. الإيمان كان ظاهري. تلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب، لا يتراجع المؤمن أبدا. سمعتم بآل ياسر؟ من آل ياسر؟ سمية أم عمار وأبو عمار ابن ياسر، ياسر وسمية وابناهما عمار كان غلاما صغيرا، كان شابا صغيرا. ال3 كانوا يجلدون ويعذبون في بطحاء مكة، ويمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ال3 الذين يعذبون، الأب والأم والولد، ويقول لهم صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، الثبات الثبات، فإن موعدكم الجنة. فجأة أبو جهل يأخذ الرمح فيطعن سمية أم عمار، يطعنها برمحه لأنها ثبتت، لأنها صبرت، فخرجت روحها عند زوجها وولدها، وما هي إلا أيام ويلحقها زوجها، فكان أول شهيدين في الإسلام. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. اصبري أختي على الحجاب، اصبر أخي على الصلاة، اصبر على البيع الحلال ولو كان قليلا، اصبر على دينك. وجزاهم بما صبروا جنة، وجزاهم بما صبروا جنة
جنة وحريرا. تستقبلهم الملائكة عند باب الجنة تقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. خباب بن الأرت شاب عمره 18 سنة، كانوا ينزعون قميصه ويضعون له جمر على الأرض، الجمر أحمر، ويضعونه فوق الجمر ظهره، حتى أن شحم ظهره يطفئ بعض الجمر تحته، يحترق، يشوى، فقط لأنه آمن بالله وهو بهذا العمر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هكذا الثبات يا عبد الله. المخلص اللي يصلي لله واللي يقرأ القرآن لله والذي يصوم لله والذي يسجد ويركع لله ويتصدق لله، هذا يثبته الله جل وعلا. أما الذي تجده ينتكس، هذا دليل على أنه ما كان يصلي لله، هذا دليل على أنه ما كان يقرأ القرآن لله. لو كان لله لاستمر. قل لمن لم يخلص لا تتعب، لأنه يتعثر، إنما يتعثر من لم يخلص. خبيب ابن عدي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خبيب رضي الله عنه أسره كفار قريش بعد أحد، فلما أسروه عذبوه وصلبوه، ثم جاءه أحدهم قال له أتود أنك في بيتك وبين أهلك وأولادك، الآن سيقتل الرجل، وشوف الآن العرض، إيش رأيك تكون في بيتك ومع عيالك وأهلك ومحمد مكانك؟ قال ما تقولون؟ لا أحب أن أكون بين أهلي وأولادي ومحمد في بيته يشاك بشوكة. يعني جننتم؟ أنا ما أرضى أن يكون الرسول وهو في بيته يشاك بشوكة على أن تعفو عني. يا قوم، هذا رسول الله، هذا محمد، دخل حبه في قلوبهم فثبتوا وصبروا حتى الوفاة. قتل خبيب وهو يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أجزاء شلو ممزع، ثبات حتى الممات. اعلم أن الطريق الذي تسير فيه ليس طريقا مفروشا بالورود، ولست لوحدك فيه. هذا الصراط المستقيم الذي تسير فيه بصلاتك، صيامك، بعبادتك، بحجابك، بصدقاتك، بدعوتك، لست لوحدك، بل كان بشر وخلق قبلك كثير من آدم عليه السلام، إلى أن تبقى لآخر الزمان آخر طائفة في الأرض تعبد الله عز وجل، منهم الأنبياء، منهم الصديقون، منهم الشهداء، منهم الصالحون. لهذا في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط هذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ نبيون، صديقون، شهداء، صالحون، أولياء، أتقياء، راكعون، ساجدون، ملأ الأرض. فأنت لست لوحدك. مما يثبتك على الدين القرآن. ولهذا الكفار انزعجوا من القرآن، قالوا لم لا ينزل دفعة واحدة وجملة واحدة ونتخلص؟ قال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن يثبت القلب. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لما تقرأ القرآن كيف رد على كل الشبهات،
جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما انقطع الوحي فترة فاستهزأوا، قالوا تركه شيطانه وقلاه ربه وهجره من يدعي أنه ملك، خلاص ما في شيء. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تقرأ القرآن فيرتفع الإيمان ويزداد اليقين بالله عز وجل. ما الذي يثبتك؟ أول شيء يثبتك كتاب الله جل وعلا. تقرأ، تسمع الشبهات، تسمع الردود، فيثبت القلب. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي أن أهل الإيمان لا يبالون إذا سمعوا آية فيها العنكبوت أو أخرى فيها الذباب أو تلك فيها البعوض، فإنهم لا يبالون، لا يزيدهم هذا إلا إيمانا. تريد أن تثبت على الدين؟ ارفع يديك إلى الله عز وجل. أنت محتاج أن يثبتك الله، لأن القلب يتقلب. آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ما الذي يثبتك؟ كان النبي يرفع يديه فيقول اللهم يا مقلب القلوب اللي قلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من الأمور التي تثبتك على الدين صحبة صالحة. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. عندك صحبة صالحة تثبتك على هذا الدين. ابحث، فتش عن أهل الصلاة، ابحث عن أهل العبادة، فتش عن الصائمين القائمين الراكعين الساجدين، كن معهم ولو لم تعجبك أشكالهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اقرأ قصص الأنبياء تثبت على هذا الدين. اقرأ قصة إبراهيم الخليل، ماذا فعل قومه به؟ ربطوه، سجنوه وهو فتى صغير، أرادوا حرقه بالنار، فلم يقل إلا حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اقرأ ماذا فعل الأقوام بالأنبياء وكيف صبرهم الله عز وجل. كذلك الله عز وجل قص علينا قصص الأنبياء. ليش؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. ليست قصص الأنبياء هكذا، بل تثبيتا لأهل الإيمان. حتى من عاصر الأنبياء، ألم تأتي السحرة وتسجد لله جل وعلا؟ لما سجدت لله هددها فرعون، قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يا من تنازل عن دينه لكلمة سمعها من جاره، يا من رمت حجابها لضحكة ضحكت عليها إحدى زميلاتها، يا من ترك الالتزام وهجر السنة لأجل نظرة أصحابه له أو المجتمع. اعلم أن السحرة هددهم فرعون بقطع الأيادي وبقطع الأرجل من خلاف، يعني إيد اليمين ورجل اليسار، والتصليب في الأشجار حتى الموت. لكنهم ماذا ردوا على فرعون؟ قالوا له فاقض ما أنت قاض لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. يقسمون بالله. فاقض ما أنت قاض
إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. عبد الله بن حذافة السهمي لما تقرأ هذه القصص تقول أنا شنو؟ أنا ولا شيء. ما هي الفتنة التي تعرضت لها حتى أترك ديني؟ ما هي الشهوة التي أغريت بها حتى أترك صلاتي وعبادتي وذكري والمسجد والقرآن؟ والله حسافة إذا الإنسان ضعف في دينه. والحمد لله كل شيء متسهل اليوم، كل شيء متيسر. اسمعوا لي عبد الله بن حذافة أحد أصحاب النبي أسر رضي الله عنه في زمن عمر بن الخطاب. أسر الرجل عند الروم، عذبوه فلم يرتدع، أغراه الملك بنصف ملكه أن تتنصر. وكان عبد الله بن حذافة سيد قومه، يعني السرية التي أسرت هو سيدهم. قال ملك الروم قال أقتلك ما خاف، قال أعطيك نصف ملكي ما اهتم. أدخلوا عليه مومسا من أجمل نساء الروم لم يلتفت إليها، خوفوه عذبوه فلم يتراجع، وضعوا له قدرا من زيت، قالوا سنرميك في هذا القدر، وهو يسحب إلى القدر بكى. فرح الملك ملك الروم، قال الآن يتنازل عن دينه. قال له خفت يا عبد الله؟ قال له لا والله تمنيت لو أن لي 1000 نفس، 1000 نفس خرجت واحدة واحدة في سبيل الله. بكيت أن لي نفسا واحدة تخرج في سبيل الله. الثبات الثبات، الاستقامة استقامة، الاستمرار الاستمرار. قيل للإمام أحمد متى يرتاح العبد؟ صلاة وعبادة ودعوة وفتنة وجهاد، متى يرتاح العبد؟ قال عند أول قدم يطأها في الجنة فيسمع كلام الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نلقاكم إن شاء الله في مشهد من المشاهد الأخرى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي أعني وهب لي الثبات ونيل المقاصد قبل الفوات. إلهي أعني وهب لي الثبات ونيل المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات. إلهي أعني وهب لي الثبات بين المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات. أعني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مضى في السبات. أعني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مضى في السبات. قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة